ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم نادر سمير وحلقه جديده، والزمالك وزيسكو اول ماتش في دور المجموعات في الكونفدراليه الافريقيه. هي تقريبا احسن حاجه النهارده هو شكل الجمهور، هي وداعيه الكابتن الكبير، الوداعيه بتاعت الكابتن الكبير محمد صبري. تكريم يستحقه قدام ولاده. ان شاء الله باذن الله يكملوا مسيرته بالخير باذن الرحمن، والانسان سيره زي ما انتم شايفين. يعني هو كابتن محمد صبري راح، لكن سيرته موجوده وسيرته هتفضل موجوده لنهايه الدنيا يعني. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر أهله. آه، لكن دي تقريبا، يعني لو هنسمينا دي حاجة حلوة فدي تقريبا أحسن حاجة في الماتش أو أحسن حاجة في اليوم. الزمالك كسب، كسب بس كسب على الورق. تمام، مكسب خادع، مكسب خادع طبعا. الزمالك سيء، سيء جدا. الموضوع عدى مرحلة إن المدرب وحش، والموضوع عدى مرحلة إن في حاجات كتير غلط وفي حاجات كتير بايظة وفي عشوائية في النادي ومفيش فلوس في النادي وحاجات كتير. لكن في حاجة باينة جدا إن في دلع، في رعونة، في عدم لا مبالاة، في يعني لا مبالاة، مش عدم لا مبالاة. في حاجة كده اللي هو إيه، مش حاسين بالمسؤولية. دلع، هنمشيها دلع، هنمشيها دلع. في لعيبة الزمالك. آه، الزمالك محتاج مدرب أجنبي. الزمالك محتاج مدرب أجنبي، بس محتاج مدرب أجنبي كويس. مش أي خواجة ببورنيطة هيجي وخلاص. لأن أنا شفنا الخواجة اللي ببورنيطة اللي أي كلام، اللي هو يانيك فيريرا، جه عمل إيه؟ تمام. لكن لكن الزمالك محتاج مدرب، بس مدرب. معنى كده ان عبد الرؤوف سيء او وحش؟ لا طبعا، ما قلتش سيء وما قلتش وحش. بيحاول. كابتن احمد عبد الرؤوف بيحاول يبذل مجهود، بيحاول يفكر. لكن الدنيا كبيرة عليه، الزمالك كبير عليه، وده واضح، ودي مش حاجة تعيبه. يعني دي مش حاجة تعيبه كابتن احمد عبد الرؤوف. يعني حتى لو مدير عام او مدرب عام مع مدرب اجنبي جديد، برضه هيبقى ناس هتقول ايه ده لسه خطوه كبيره، بالك ان هو مدير فني لنادي الزمالك. تمام. وانا في حاجات بيعجبني فيها وفي حاجات بهاجمه فيها. لكن الدنيا سيئه والدنيا بايظه، والشكل العام ما يوحيش باي حاجه باللي انا شايفه. الدنيا، كابتن احمد عبد الرؤوف بيحاول. بدأ الماتش بفكر معين. اول نص ساعة كان الزمالك ضاغط وبيضيع وباص وضغط ضغط ضغط، وبتعرف تطلع الكرة وترجع بالكرة كويس جدا. لكن ده كان اول نص ساعة. بعد كده الدنيا بقت أسوأ شوية والدنيا قلت. جبت الجون صدفة تماما، صدفة تماما تماما تماما. نزلت الشوط التاني الدنيا مختلفة بقى خالص. يعني انت لسه نص ساعة الكيرف بدأ ينزل، هو الكيرف بدأ يعمل كده. الشوط التاني كله كده، يعني الشوط التاني كله كده. وبغض النظر عن تغييرات، يعني بغض النظر عن تغييرات، ودي احيي عليها كابتن احمد عبد الرؤوف ان هو ما بيقاوحش. لكذا مرة بتحصل ان هو ما بيقاوحش، يعني ان هو نزل جهاد، لان جهاد بعيد تماما تماما تماما، وممكن يبقى في اي لحظه يعمل كرة ما يخافش بقى. اصل مشاعر اللعيب، اصل مش عارف ايه، لا ده هيكلفني ماتش وهيكلفني 3 نقط وبدايه، وهتبقى كارثه لو الزمالك اتعادل او خسر على ملعبه. سحبه. حصلت مع احمد شريف في ماتش بيراميدز نفس الفكره. دي جراءه كبيره جدا من مدرب صغير لسه جاي. دي حاجه تحسب له، واعتراف بالغلط، دي حاجه تحسب له برضه. لكن كتوتال لا، احنا ضايعين. كتوتال الدنيا بايظه، كتوتال انا مش شايف اي حاجه. وشايف قوي 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 بقى اللي ظاهر جدا بقى، والحاجه الوحيده اللي ظاهره بقى ان في دلع كبير جدا من اللعيبه. ما بتاخدش فلوس. الدنيا غير مستقره، الدنيا بايظه، حاجات كتير جدا. معاك تمام، ليك حاجات كتير جدا ماشي، اقدر اتكلم معاك فيها. لكن ان انت تنزل الملعب تبقى الدنيا بتاعتك قليله وان انت جهدك وان انت قراراتك وان انت مجهودك وان انت نسبه الدلع عندك عاليه والكلام ده كله، دي باينه جدا. ومفيش حد من الجمهور هيستحملها ومفيش حد من الجمهور هيتقبلها. تمام. آه مشكله، مشكله عند النادي ومشكله. آه هل احنا هل انا مش عايز بس اطول في الحته دي كتير، او مش عايز اطول في الحلقه او الحلقه تطول عن مده صغيره. بس هل احنا بايعين الموسم؟
يعني انا برضو عايز افهم من الاداره اللي هي منوط بيها كل الكلام ده. شفنا امبارح حلقه كابتن هشام نصر، تمام، مع استاذ عمرو اديب والارض، وان الدنيا بدات بتوضح مره وقت الوقت كده، ان هو ايه، مش عايزين يدوا القرار مره واحده، ايه، شويه شويه كده، ان مفيش ارض والكلام ده كله. هنمسك للامل للاخر، تمام، بس الفكره في حاجه، هو هل انت كاداره انت بتسلم للجمهور ان انا من غير ارض انا متكتف، فانا هبيع الموسم في كل الالعاب، الزمالك بيخسر في كل الالعاب، ده انا ممكن كمان ما ابقاش وصيف في اي لعبه، لا ده انا هكون تالت ورابع وخامس، هكون تالت ورابع وخامس في كل الالعاب. آه، فانت انت بتصدر كإدارة مشهد ان انت دلوقتي من غير ارض، من غير الارض وازمة الارض انا مش هقدر اعمل اي حاجة. لو انت مش هتقدر تعمل اي حاجة، فانا هحترمك جدا 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 ان انت تطلع تستقيل، مع ان انا ضد الكلام ده. انا ضد الكلام ده، ان انا مش عايز المجلس ده يستقيل، بهاجمه، لكن ما ينفعش يمشي، لان لو مشي هيجي الأسوأ. يعني لو مشي ده الناس دول هيجوا الأسوأ، تمام، فالدنيا هتروح لأسوأ بكتير. ماشي. بس انت دلوقتي لو انت شايف ان انت ما تقدرش تدي اي حاجة للنادي، ومش قادر تحل وجودك متكتف، خلاص استقيل، اطلع استقيل، والناس كلها هتفهم، والناس كلها هتشوف، والناس كلها خلاص هنبقى عارفين الدنيا ماشية ازاي، ان انت خلاص الزمالك ما ينفعش يكبر، وما ينفعش يبقى معاه مصادره وفلوسه من تحكمه هو، لازم يبقى فيه سلطة عليه وتحكم فيه، لان ما ينفعش يوصل لمرحلة معينة ده هو بالشكل ده يخطف كاس ويخطف بطولة ويخطف سوبر افريقي وياخد 2 دوري وهو مقفول له قيد. امال بقى وهو في المشاكل دي كلها وبدون مجلس ادارة وبدون، ما بالك بقى لو بقى معاه فلوس، ما بالك بقى فرع تاني واقتصاد تاني ودنيا تانية والكلام ده كله. لا ده هو عامل كده وقرفنا، ما بالك بقى لو بقى معاه هيعمل ايه. فنفهم الدنيا دي تبقى سهلة جدا، نقول يا جماعة والله هي مسرحية كبيرة واحنا سيناريو، والزمالك ليه جزء، الزمالك وجمهوره ليه جزء في الحدوتة وفي المسرحية، تبقى موجودة في حتة معينة ما ينفعش تخرج عنها، وما ينفعش تبقى موجود او تعلى فيها، لان لازم البطل اللي مكتوب له السيناريو ده هو اللي يكسب كل حاجة في الاخر، اللي هو الاهلي، تمام. ما ينفعش غير كده، احنا شايفين كفة منافس عمال انت بتضربه 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 بتضربه، بتوقعه وبتحط له كل العقبات عشان يكون تحت، والناحية التانية بتدي له كل حاجة عشان يطلع فوق، تمام. ورغم كده لسه فيه فدي مش عارف انتوا محتاجين ايه، يعني انا مش عارف انتوا محتاجين ايه عشان الدنيا تظبط، والدنيا توضح اكتر من كده. أه بتكلم بهدوء. شايف ان الدنيا رايحه للأسوأ بالشكل ده، الزمالك كسب على الورق، مفيش اي حاجه تتقدم. عندنا ماتش يوم الاحد مع كايزر تشيفز في جنوب افريقيا، ماتش قوي. انت زيزكو النهارده اللي لعب عليك الشوط الثاني كوره وراح بانفرادات وراح بكور كان ممكن يخلصها، ده التصنيف الرابع اللي هو اقل فرقه موجوده في المجموعه، هتروح كايزر تشيفز فريق كويس في جنوب افريقيا الساعه 4، ربنا يستر. وطبعا آه، ماتشات الدوري على الورق انت لسه موجود، بس بالشكل ده انت الدنيا مش، ما فيش اي حاجه توحي باي متنفس للامل، تمام. وهو ده كان المطلوب وده اللي اتحقق، ان هو يقلل طموحك ويكسر طموحك من حته لحته. يعني هو دلوقتي انت بقالنا 3 شهور في حته الارض دي، تمام، اللي هو انت بتطالب بحقك، يعني انت بتطالب بحقك ولازم حقك يرجع. هو هيفضل يقلل 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 في طموحك علشان لما ينم عليك ويقول لك انا اديك ارض تاني، او ارجعك جزء من الارض، او ارجع لك الارض بس انا هبقى فوق دماغك عليها، فانا هنرجع ونقول شكرا جدا وبتاع والكلام ده كله، مع ان ده حقي يعني انا بطالب بحقي، انت عايز ترجع لي ربع حقي، واشكرك على ان انت رجعت لي ربع حقي. فكرة ان انت بيحاربك بحتة ان انت يكسر فيك حتة الطموح والامل والحاجة اللي انت عايز توصل لها، بتقل في الطلبات وتقل في المطالب. المسرحية بقت هزيلة بصراحة، سيناريو بقى محفوظ، مفيش حاجة تتقال، لأن يعني كله بيصب في كله، كله بيصب في كله، هي دايرة، يعني هي دايرة الزمالك
مستقر ماديا وماليا، والإدارة الزمالك هيقدر يحط رولز يمشي بيها، رولز يمشي بيها، يجيب ناس تشتغل، الناس اللي تشتغل دي هتجيب لعيبة كويسة عشان هي معاها فلوس، فاللعيبة كويسة تلعب في الملعب أداء كويس. أداء كويس ده يكسب الزمالك، الزمالك يكسب ماتش ورا ماتش، الزمالك يكسب بطولة. هي دايرة، أي حاجة وقعت الدنيا هتبوظ. اللي بيحصل استثناءات، واللي بيحصل من الزمالك استثناءات. مكسب الزمالك كاس استثناء، مكسب الزمالك سوبر افريقي استثناء، مكسب الزمالك في حته ان انت تواجه وتبقى صداده ده استثناء مش هيطول كتير، لكن هو موجود بسبب حاجه واحده بس، هو اللي احنا شفناه النهارده، وهو جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك طول ما هو موجود فالزمالك موجود، من غير فلوس، من غير اي من غير اداره، من غير اي حاجه. شكرا ليكم. سلام عليكم.